مش كل حاجة بتحسسك ان انت بتتقدم يبقى انت فعلا بتتقدم. في حاجات كده زي كأنك حطيت السم في العسل، بمعنى اصح. يعني مثلا تكون ان انت في حاجة في دماغك عايز توصل لها، تمام، ولكن انت بتجهز لها بطريقة مبالغ فيها. يعني انت مثلا آه، بتوهم نفسك لا ان انت لازم تسمع 20,000 فيديو في الموضوع الفلاني علشان تبدأ، لا ده انت لازم تقرا معرفش 20 كتاب علشان تبدأ، عشان تكون جاهز. وده وهم التحضير، وهم التحضير ان انت تقعد تحضر كتير للحاجة، تقعد ساعات وسنين، يعني ساعات تقعد سنين تحضر لحاجات معينة وفي الاخر ما بتوصلهاش. ليه؟ لان انت موهوم بحتة ان انت لازم تحضر، لازم تبقى جاهز. وفي الواقع تحضيرك او ان انت حاسس ان انت ده انجاز بتعمله، ان انت تحضر قبل ما تعمل المهمة الفلانية، حاسس ان كده انت بتنجز وكده ان انت بتبني اساس، وهو في البداية مش بناية اساس. يعني انت بتقعد مثلا شهر او 2 او 3 بتخطط، وانا هعمل الحاجة بالطريقة الفلانية، وانا هذاكر لغة معرفش في بالطريقة الفلانية، لا ده انا هأسس معرفش ايه بالطريقة الفلانية، وتقعد شهور وسنين تخطط. علشان ايه؟ انت معتقد ان انت لما تقعد تفكر كتير وهتسمع فيديوهات كتير فانت كده هتبقى جاهز، انت كده هتبقى بيرفكت، اللي هو انت هتدخل في الموضوع ما مش هتفشل، لان انت سامع 20,000 فيديو قبله، او سامع او بتقرا 20 مليون كتاب. فانت لا، انت خلاص، انت كده ضمنت ان انت تنجح. والكلام ده غلط. يعني حتة ان انت تحضر بزيادة عن اللزوم، هو كأنك انت بتقول لنفسك كده اللي هو ايه، يعني انا بنجز او انا بعمل انجاز، ولكن في الاساس هو مش انجاز، انت لسه ما انجزتش، انت مجرد واحد لسه عمال تخطط، لسه عمال تقرأ وبتزود اكتر في القراءة وان انت تسمع، ولكن ما بتشتغلش. يعني انت في دماغك موضوع معين عايز تنجح فيه، فانت عمال بقى تسمع قبل ما تبدأ اصلا في الموضوع. عايز تتعلم لغة، انت شفت 20 مليون فيديو عن ازاي تتعلم لغة، قرأت مليون كتاب عن ازاي تتعلم لغة. كل ما تلاقي فيديو اللي هو ايه، تعلم اللغة في 20 ثانية. مين اللي هيتعلم اللغة في 20 ثانية؟ يعني اقنعوني بالعقل والله. مين اللي هيتعلم لغة في 20 ثانية؟ ولا تعلم بعد الفيديو ده هتتعلم اي لغة في حياتك؟ حلو الفيديو ده عشان انا عامله طبعا، يعني انا عامل الفيديو ده، بيسمعوا بصوا هيظهر لكم هنا علامة اي، تمام، دوسوا عليها. هو فعلا الفيديو ده عشان انا اللي عامله بس، لكن في الواقع يعني مين والله بجد، يعني مين مثلا اللي هيتعلم لغة في 20 ثانية، او طريقة تتعلم لغة في 20 ثانية؟ وعمال تسمع في فيديوهات. فين اللغة اللي انت اتعلمتها؟ ولا فين البيزنس اللي انت فتحته؟ فين؟ يعني فين؟ انت عمال تسمع بس، انت مستهلك ما مش منتج. فيعني فين؟ يعني فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي بجد هي بتعطلك عن حاجات كتير في حياتك. وخصوصا كمان يعني في حتة تانية، حتة الراحة، اللي هو ايه، استراحة محارب. يعني انت دخلت عملت حاجه معينه، سمعت فيديوهات، قعدت تشتغل على نفسك في الفيديوهات، لا بقى احنا لازم نريح، احنا لازم نريح اسبوع كده ولا اسبوعين، نفكر تاني في الموضوع. اصل لسه الموضوع ايه، الموضوع برضه انا ما اعرفش عنه كتير، فيلا بقى ايه، استراحه محارب، احنا هنريح. وانا في راحتي دي انا كده ببني، انا كده بوصل للي انا عايزه في راحتي. رغم ان التحضير زيادة عن اللزوم مش مفيد اطلاقا. ان انت تحضر زيادة عن اللزوم، هو على فكرة التحضير مهم جدا. يعني انا ما اقدرش اقول ان التحضير مش مهم، التحضير من اهم الحاجات اللي بتخليك تنجح، ولكن مش زيادة عن اللزوم. يعني انا عايز اتعلم لغة، انت سمعت الفيديو اللي انا عامله عن تعلم اللغة، او سمعت فيديو تاني حد تاني بره عن تعلم اللغة، حلو، ليه بقى لازم تسمع 20,000 فيديو؟ ليه لازم تلف على الكل؟ انت اقتنعت بكلامي، حلو، ابدأ بقى نفذ على طول. لكن ليه انت عمال تلف عمال تلف عمال تلف؟ ليه لازم تكون اللي هو ايه، لا انا لازم ابقى جاهز في الاول؟ فبجد يعني هتضيع. يعني ما تحطش السم في العسل، والله بجد ما تحطش السم في العسل. يعني ايه تحط السم في العسل؟ هو الموضوع حلو، موضوع ان انت تبدأ وخلاص الدنيا معاك حلوة، ده العسل، يعني ده العسل. السم اللي انت بتحطه في العسل، يعني حتة ان انت بقى ايه، انت ما جهزتش، انت لسه ما جهزتش الحاجة الفلانية اللي هتخليك تتعلم، اللي هتخليك تأسس، اللي هتخليك تبدأ. فانت كده بتحط السم في العسل. انت متخيل ان انت لما هتجهز كتير هتنجح، ولكن التجهيز المفرط عامل
السم حرفيا، هو السم. التجهيز المفرط هو ده السم. العسل هو الحاجة اللي انت توصل لها، لكن انت تجهز كتير زيادة عن اللزوم مش هتوصل. وانا اكتر واحد ممكن حرفيا يعني اقول لك حاجة زي دي، لان انا والله 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 انا بحلف، انا قعدت سنين اجهز لحاجات في حياتي انا النهارده ما عملتهاش. انا من ضمن الناس اللي بسمع فيديوهات بطريقة غبية. يعني انا اليوتيوب ده، يعني انا نص ارباح اليوتيوب مني انا، حرفيا نص ارباح اليوتيوب انا اللي مدخلها له. ليه بقى؟ بقعد اسمع كتير، بقعد اسمع مليون فيديو ازاي تعمل معرفش ازاي وما بعملش. ليه ما بعملش؟ عشان انا مختار الراحه. مختار الراحه اللي هو ايه، اسمع يا عم، اجهز شويه، لا ده انت لازم تجهز ومعرفش ايه، لكن ما بداتش. والنتيجه ان انا زي ما انا، يعني ما اتطورتش في اللي انا كنت عايز ابدا فيه. فانا من يعني انا الغلطه اللي انا عملتها دي، انا طالع اقول لك ما تعملهاش. يعني ما تسمعش كتير بجد، ما تسمعش كونتنت كتير. سمعت لحد خلاص اقفل. لكن تقعد ان انت تجهز كتير بقى وتقعد شهور وسنين وبتاع، هينتهي بيك المطاف في الاخر ان انت مش هتعمل اي حاجه، مش هتنجح، مش هتوصل. وبس كده.